بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ها هي اليوم المسيرة الحسينية تتجه نحو كربلاء، تتوافد الملايين إلى ضريح سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. ومن ضمن هذه المسيرة الحسينية هي هيئة الشهداء قادة النصر الحسينية، تتقدم بالمسيرة السنوية لزيارة الأربعين الإمام الحسين عليه السلام. وها هم اليوم المحبين وأبناء الحشد الشعبي يتجهون نحو كربلاء بهذه الهيئة المباركة، هيئة الشهداء قادة النصر الحسينية. فنبقى نجدد العهد والولاء مع سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، ونحن نقول نحن على العهد باقون، نحن على الوفاء باقون، نحن أبناء من وقفوا في السواتر الميدانية، نحن أبناء من لبوا نداء الفتوى المقدسة، الفتوى الجهادية آنذاك. ها هم اليوم أبناءهم بعدما أقضوا الجهاد الأصغر توجهوا نحو الحسين سلام الله عليه. وهذه الشباب لا ينسى فضلها يوم كانت الأزمة على العراق، أزمة الدواعش والنواصب، وكادوا أن يهدموا المقدسات ويهلكوا العراق. ولولا هذه الجهود المباركة وهذه الدماء الزكية لما كنا اليوم نحن على هذه الحال باتجاه نحو كربلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المجاهدين، لا سيما ممن توجهوا إلى قبر سيدنا مولانا أبا عبد الله الحسين. ونحن نقول لإخوتنا في الميادين في السواتر، نحن اليوم أن نزور عنكم بالنيابة أيها الأحبة، أيها الأخوة، أيها المرابطين في سوح القتال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل الصالح. حجينا العزيز، شنو اليوم شعورك عن هذه المسيرة الحسينية اللي توجهت إلى كربلاء؟ ماذا تقول لهم من كلمة؟ شيخنا خير نعمة والله، الأكل والشروب والناس واقفة بخدمة الزوار الحمد لله. اي والله. يعني ما تقول في هيئة الشهداء قادة النصر اللي اليوم الشباب اللي توجهوا بها نحو كربلاء وهو استذكارا لشهداء قادة النصر، يعني هذا شيء قليل في حق الشهداء، وهذا طبعا هذا قليل والله حق الشهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى الشهداء يستاهلون لماهم، ضحوا دماهم. لو احنا هسه ما عندنا كل وجود بالعراق. لا يحفظكم ان شاء الله. لا بشيخنا خدمتك انا.